السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر حمدي عادل مدرس اللغة الإنجليزية. أهلا بكم طلابنا في كل مكان دفعة 2027. أهلا بكم يا أبطال في بداية جديدة، بداية هنحول فيها الإنجليش من حاجة أنت بتخاف منها لحاجة تفهمها وتستمتع بيها بإذن الله. في الكورس النهاردة هناخد أهم حاجة في اللغة الإنجليزية وهي الأزمنة. مهمة جدا لأي طالب إذا كنت في أولى ثانوي أو في ثانية ثانوي بكالوريا أو حتى ثالثة ثانوي أو المرحلة الإعدادية. بجد مهمة جدا 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 بالنسبة لك إنك تأسس في الأزمنة. تمام؟ وقبل ما نبدأ كده يا شباب هنقول مع بعض نسأل الله العظيم التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يلا بينا يا شباب نشوف هنبدأ بإيه النهارده. طيب زي ما اتفقنا كده إن شاء الله هنبدأ بالأزمنة. طيب إيه الأزمنة يا مستر اللي هنبدأ بيها؟ هنبدأ بأهم زمن وهو الباست سيمبل، وهناخد أزمنة الماضي كلها. طيب النهارده يعني هناخد الباست سيمبل. طبعا الباست سيمبل ده طبعا هنقابله في حاجات كتير جدا جدا جدا. النهارده الزمن ده هتاخده ان شاء الله بشكل مختلف تمام بفضل الله. طيب يعني ايه باست سيمبل؟ يعني ماضي بسيط. ايوه يعني ايه ماضي بسيط؟ يعني كل ما هو حصل في الماضي. يعني النهارده مش هنتكلم ولا على مضارع ولا مستقبل، فانت خد لي دماغك كده يا باشا وعلى الماضي. اي حاجه عملتها، يعني مثلا انا ذاكرت امبارح، والله انا سافرت، تقول لي مثلا مستر رحت مثلا مصيف الاسبوع اللي فات، عملت اي حاجه حصلت في الماضي، بس الشيء ده حصل وانتهى وتم وخلص وليس له اي علاقه بالمضارع تماما. يعني الماضي البسيط هو حدث بدأ في الماضي وانتهى برضه في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع. حلو قوي. وهو التصريف الثاني لاي فعل. يعني ايه التصريف الثاني؟ زي مثلا كلمه بلاي، الماضي بتاعها هتقول لي بلايد. طب فيزيت فيزيتد. ها طب ستادي ستاديد. طب ترافل ترافلد. الفعل اخره دي واي دي واي اي دي، الكلام اللي انت عارفه ده. او الافعال اللي هي الريجولر، الافعال اللي الشاذه، زي مثلا كلمه جو بتتغير تبقى went، كلمه سي تبقى سو، باي بوت، خلاص. كم كيم. التصريف الثاني لاي فعل. حلو قوي قوي يا مستر، كده انا فهمت استخدامه امتى. تاني عشان هسالك بقى. يبقى الماضي البسيط امتى استخدمه؟ هتقول لي حدث بدأ في الماضي وانتهى برضه في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع. وباكد لك على الكلام ده لان عندنا مضارع تام. المضارع التام ده حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وله اثر في المضارع. فانا عايز افرق ما بين الاثنين. يبقى الماضي البسيط هو حدث بدأ في الماضي وانتهى برضه في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع، وهو التصريف الايه؟ الثاني لاي فعل. كلام جميل. تعالى بقى يا معالي الباشا كده واحده واحده. انت محتاج تعرف ايه عن كل زمن؟ خلاص يا مستر انا عرفت استخداماته خلاص. ان الماضي البسيط حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع، وهو التصريف الثاني لاي فعل. وهو التصريف الكام؟ الثاني لاي فعل. تاني محتاج تعرف عنه ايه؟ كل زمن يا معالي الباشا ليه صورتين. صوره في الاكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني مبني للمعلوم. مبني للايه؟ للمعلوم. يعني ايه معلوم؟ يعني الفاعل معلوم. والتصريف الثاني للفعل يبقى جمله اكتف مبني للمعلوم، يعني الفاعل معلوم والفعل اسمه فاعل لان هو يقوم بالحدث، هيقوم بالفعل، والفعل هنا في التصريف الكام؟ الثاني. يبقى ماضي بسيط فاعل، فعل تصريف تاني. ماضي بسيط في الجمله في الاكتف فاعل تصريف تاني. طيب في الباسيف ايه؟ يعني ايه باسيف يا مستر؟ يعني مبني للمجهول يا معالي الباشا. يعني ايه مبني للمجهول؟ سموه ليه مجهول؟ لان الفاعل مجهول. خلاص؟ يعني الفاعل مش هيكون موجود هنا. يعني انا لو قلت لك مثلا انا نظفت الاوضه، هقول لك انا I cleaned my room. انا نظفت الاوضه. حلو جدا. يبقى مين الفاعل اللي عمل الاوضه اصلا؟ انا. يبقى انا الفاعل اللي قمت بحدث الايه؟ الفعل. كلام جميل جدا. طيب المبني للمجهول مفيش انا بقى، خلاص هشيل الفعل ده خالص، هقول لك الاوضه اتنضفت. خلاص. يبقى هنا هبدا بالشيء نفسه، بالمفعول، بالشيء نفسه. طب مستر تعالى بس كده ابسط لك المعلومه اكتر عشان تبقى الدنيا بالنسبه لك ايه؟ اسهل بكتير. تعالى كده معايا معالي الباشا كده واحده واحده ويعرف لي تكوين الجمله اصلا. وحد لي الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، بسم الله. ادي اي جمله اكتف. جمله اكتف اللي هي هنا اختصار لكلمه اكتف. خلاص. اكتف يعني ابدا بمين يا معالي الباشا؟ بالفاعل اللي احنا بنقول عليه السبجكت. خلاص. طيب بعد الفاعل، الفعل، الفاعل اسمه فاعل عشان يعمل فعل اللي هو اسمه بنقول عليه فيرب. خلاص. بعد الفعل مفعول. يبقى اي جمله يا معالي الباشا تاني كده، اي جمله بدات بفاعل، فعل، مفعول، verb، هنا عندي سوري subject verb
اوبجكت. يبقى جمله اسمها جمله اكتف. طيب مثال، تعال ناخد مثال. هقول لك مثلا ده على الماضي البسيط، انا. خلاص؟ طيب كلين الماضي بتاعها هتقول لي كليند، اي دي اهو. المصدر كلين عشان اخليها في الماضي حطينا لها اي دي، اي كليند، نظفت بقى. مثلا ماي روم، ماي روم. حلو قوي. تعالى بقى نشخص الجمله دي كده. تكوين الجمله اهو. خلاص، الجمله السنتنس. ادي الفاعل اي، دي فاعل. طب الفعل اللي هو كلين، المفعول ماي روم. طالما الجمله بادئه بمين؟ بفاعل. فعل تصريف التاني عشان ماضي، اللي جاي ده مفعول اوبجكت، بقت جمله بنسميها جمله اكتف. كلام جميل. تاني، الجمله الاكتف فاعل مفعول. الجمله الاكتف فاعل مفعول. هتقول لي يا مستر الفاعل اهو، الفاعل اسمه فاعل لانه هيعمل ايه بقى؟ فعل. طب والفعل اصلا بنسميه فعل ليه؟ عشان يعمل مفعول. عشان اكون سنتنس، جمله مكونه من subject verb object. I cleaned my room. حلو. عايز احولها للباسيف، عايز احولها باسيف. ازاي نحولها بقى باسيف؟ اهو البي دي اختصار لكلمه باسيف. طيب الباسيف هنا عشان اسمه مجهول، فالفاعل ده هيكون مجهول مش موجود. خلاص؟ فانا ايه بقى؟ هنحذف الفاعل. حذفت الفاعل. طب سؤال، ينفع ابدا بالفعل؟ لا، ما ينفعش ابدا بيه. ليه يا مستر؟ عشان الفعل ده لو بدات بالفعل هيبقى جمله اماريه، وانا مش عايز اعمل جمله اماريه، عايز اعمل جمله مبني المجهول. فانا اضطريت ابدا بمين؟ بالمفعول اللي احنا بنقول عليه اوبجكت. هبدا بمين؟ بالمفعول. حلو جدا. بعد المفعول بقى، بعد الاوبجكت، مهمه جدا. اي جمله اتبنت لباسيف، الله يرضى عليك ركز معايا كويس قوي، اي جمله اتبنت لباسيف مبني للمجهول يبقى هبدا بالمفعول. مجهول مفعول يبقى باسيف، يعني دي جمله مبني للمجهول، هبدا بالمفعول. طب ايه اللي بعد المفعول؟ مهمه جدا، فيرب تو بي. يبقى هبدا هنا بدات بمفعول، بعد كده فيرب تو بي. عشان لو انا بشرح هنا في الماضي البسيط يبقى انا عايز يا اما من فيرب تو بي ده يا اما واز، يا اما عايز مين؟ وير. والتصريف الثالث لاي فعل اللي هو البي بي. كلام جميل جدا. لا تاني وركز معايا بالله عليك، انا بقسك واحده واحده. حلو. تاني، جمله اكتف يعني فاعل مفعول، اي كليند ماي روم. جمله باسيف مبني للمجهول عشان الفاعل مجهول مش موجود، فمش هبدا بيه ولا هبدا بالفعل، هبدا بمين؟ بالمفعول. واي جمله مبني للمجهول هبدا بالمفعول اللي هو اسمه اوبجكت. بعد كده انا عايز ملامح فيرب تو بي، انا عايز لازم بعد المفعول بعد الاوبجكت انا عايز فيرب تو بي، عشان بشرح في الباست سيمبل الماضي البسيط، فهنجيب منه مين؟ was ووير. was لو المفعول ده مفرد، ووير لو المفعول ده جمع. كلام جميل. وتصريف الثالث لاي فعل، هبدا اي جمله بالمفعول فهنهي بصفه مفعول، وصفه المفعول هي التصريف الثالث لاي فعل. يا معالي الباشا، التصريف الثالث ده ثابت في الباسيف كله. كل ما هو باسيف، كل ما هو مبني للمجهول، هو تصريف ثالث لاي فعل. طب مين اللي بيحدد زمن الجمله بيعرفك ان هي مضارع ولا ماضي؟ هو معالي الباشا فيرب تو بي. عشان بشرح في الماضي البسيط فهناخد فيرب تو بي اللي هو الواز او وير. ولو كان مضارع كنا هنستخدم ام او اذا وار. خلاص؟ ففيرب تو بي هو اللي هيحدد الزمن. طب مين اللي ما يحددش الزمن اصلا؟ هو التصريف الثالث ده ثابت. حلو قوي. عايز احول الجمله دي بقى، عايز احول الجمله دي من اكتف اللي هي اي كليند ماي روم لباسيف، وانت اللي هتشتغل مكاني عادي اهو. انا عايز مفعول. فين المفعول هنا؟ جدع، حد قال لي يا مستر ماي روم. هبدا بيها، بدات كده اهو، ادي ماي روم واستنى. بدات بالمفعول، استنى. ادي المفعول. المفروض محتاج بعده ايه؟ هتقول لي يا مستر محتاج ايه بقى؟ فيرب تو بي اللي هو مين؟ يا اما واز يا اما وير. هشوف الاول المفعول اللي انا بدات بيه ده هل مفرد ولا جمع؟ ماي روم، قلت له لا دي ماي روم دي كده مفرد. يبقى سؤال، اخد واز ولا وير؟ هاخد المفرد اللي هي مين؟ اللي هي واز. نزلت بواز. حلو قوي. والتصريف الثالث للفعل، وفين الفعل اصلا؟ اهو ادي الفعل كليند، وطالما الفعل اخره ايه دي انزل بيه.
طالما الفعل اخره اي دي انزل بيه، لان هو كليند، هي اول مصدر كلين، كليند مباشر، اسمه مباشر ليه؟ طب ترافل، ترافلد، خلاص. استادد، فهو اخره اي دي، انا عايز تصريف ثالث، هو زي ما هو مش هيتغير اصلا. اما لو غير مباشر كنت هفكر بقى في التصريف الثالث. فانا نزلت اقول ماي روم واز كليند. ترجم بقى واعرف الفرق بين الاثنين، الموضوع بسيط جدا. والله الاكتف هو نفس الباسيف في المعنى، والله عادي خلاص. طيب بقول لك هنا اي كليند ماي روم، سين سؤال، مين اللي نظف الاوضه؟ هتقول لي انا، خلاص كده انا نظفت الاوضه. طب انا عايز اقولها بطريقه ثانيه، مبني للمجهول بقى، مش عايز اقول الفاعل، فانا هقول بقى يبقى الاوضه اتنضفت اهو، ماي روم واز كلين، الاوضه اتنضفت زي ما احنا بنستخدمها عادي. انا نظفت الاوضه، ها بص هنا، انا نظفت الاوضه. الباسيف الاوضه اتنضفت. بص انا هديك امثله وعيش معايا يا معالي الباشا كده عشان تتخيل المشهد اللي قدامك ده. طيب اكتف يبقى الفاعل هو اللي بيقوم بالحدث، باسيف المفعول هو اللي بيقع عليه الحدث. خلاص. باسيف يعني هنا الجمله ما فيهاش فاعل، بتجاهل الفاعل خالص. تعال بقى نشوف. اكتف انا نظفت الاوضه. طب باسيف الاوضه اتنظفت. اكتف انا عملت الواجب، هنا الواجب اتعمل. اكتف انا مثلا ايه، انا صلحت العربيه، هنا العربيه اتصلحت. في مشكله؟ الموضوع بسيط جدا جدا جدا. اكتف يعني في فاعل هو اللي قام بالحدث، هو اللي عمل الشيء ده. باسيف باتي بالمفعول وقع عليه الحدث. كلام جميل. تعال بقى نطبق فعلي. جمله هنا بيقول لي واحد هنا I not ايه a car yesterday. معالي الباشا مهمه جدا، عشان بس بالله عليك تمشي كده معايا واحده واحده والدنيا تبقى بالنسبه لك سهله وبسيطه. اي جمله في الجرامر عشان تحلها بشكل جميل كده وبسيط، حدد زمن الجمله، اعرف زمن الجمله دي اصلا زمانها ايه، يعني هل هي مضارع ولا ماضي ولا هكذا. حدد زمانها الاول، لان هديك في الاختيارات هنا هيبقى في مضارع وفي ماضي وفي مستقبل، فانت يعرف انت محتاج تختار ايه، محتاج اختار مضارع ولا ماضي. فانا اعمل ايه؟ احدد زمن الجمله. لا تاني، عشان احل اي جمله اعمل ايه؟ رقم واحد احدد زمن الجمله. تاني عشان احل اي جمله اعمل ايه؟ احدد زمن الجمله. بيقول لي هنا I not a car yesterday. من كلمة هنا yesterday عرفت ان هي زمانها ماضي. حلو قوي. طالما الجملة زمانها ماضي بالسلامة لأي مضارع في الجملة. بيقول لي هنا كلمة بوت الماضي من كلمة باي، هقول له زمانها ماضي. سين سؤال، في أي حاجة تانية غير بوت؟ هقول له لا ده هي لوحدها بس، بقت هي بس سيت. شوف انا هترجمها ازاي، انا بعرف كل اختيار. عندي هنا بوت دي طبعا ايه بقى؟ ماضي. الماضي من ايه؟ من باي. هيقول له كده ان كلمه بوت دي زمانها ماضي. وعشان هنا بوت تصريف تاني بس، فانا هقول له ان هي زمانها بسيط، بقت ماضي بسيط. حلو قوي. طيب نيجي هنا عند was bought. برضو was دي زمانها ماضي بسيط. verb to be بعده تصريف ثالث يا معالي الباشا، ركز بالله عليك. تصريف ثالث مشتق من verb to be، فدي صيغه ايه بقى؟ passive. اما دي صيغه ايه؟ active. يبقى بوت بس تصريف تاني بس ماضي بسيط active. was bought ماضي بسيط passive. طيب have زمانها ايه؟ هتقول لي زمانها مضارع. هعمل فيها ايه؟ همشيها لاني مش عايزها، انا عايز ماضي. طب is زمانها برضو مضارع، هعمل فيها ايه؟ همشيها. مشيت الاثنين المضارع، فاضل لي اتنين ماضي. بص انت عملت ايه؟ الجمله زمانها ماضي، حذفت المضارع، فاضل لي الماضي. بيخيرني ما بين واحده اكتف وواحده باسيف. ازاي احل اي جمله طالما بيخيرني ما بين اكتف وباسيف؟ هعمل ايه؟ هحدد العلاقه من اللي قبل النقط والكلمه اللي في الاختياري. هسال نفسي كده، اللي قبل النقط ده ايه علاقه انا؟ بيقول لي اي نوت اكار يسر دي. ايه علاقتي انا بشراء العربيه؟ انا اللي قمت بحدث الايه؟ الشراء، يعني انا اشتريت عربيه، يبقى انا الفاعل اللي قمت بالحدث. وطالما عندي فاعل يبقى اي دي، طالما هي فاعل خلاص، الفاعل بيقوم بالحدث بقت الجمله اكتف. يبقى انا عايز مين هنا؟ عايز بوت، يبقى اي بوت اكار يسر دي، انا اشتريت عربيه امبارح. يبقى انا الفاعل اللي قمت بالحدث ده. طيب اتنين عكسها،
هتفهمها اكتر. بيقول لي اكار نقط ايه yesterday. من كلمه yesterday قلت له زمانها ايه؟ زمانها ماضي. حلو جدا. اطلع كل ما هو مضارع. لقيت عندي have مضارع مشيها، واز مضارع مشيها، فاضل لي هنا بوت. هقول له دي ماضي اكتف خليها. was بوت فيرب تو بي تصريف ثالث يا معالي الباشا، ده ماضي بسيط برضو باسيف. حلو قوي. يبقى هنا بوت تصريف تاني بس ماضي بسيط اكتف. was بوت فيرب تو بي تصريف ثالث، دي صيغه الايه؟ الباسيف. برضو بيخيرني ما بين اكتف وباسيف. هعمل ايه؟ هحدد العلاقه من اللي قبل النقط والكلمه اللي في الاختياري. هسال كده اللي قبل النقط ده العربيه، ايه علاقه العربيه بحدث الشراء؟ هل العربيه، هقول كده العربيه اشترت ولا تم شرائها؟ هتقول العربيه تم شرائها. اشترت خلاص كده. يبقى انا هقول له هنا ان العربيه هنا هل هي فاعل، هي اللي قامت بالحدث، ولا وقع عليها حدث الشراء؟ هتقول له وقع عليها حدث الشراء. وطالما وقع عليها حدث الشراء يبقى هي فاعل ولا مفعول؟ هتبقى تقول لي يا مستر مفعول. وطالما مفعول يبقى دي مبني للمجهول. يبقى انا عايز مين؟ ادي المفعول محتاج was او were وفيرب تو بي وتصريف ثالث. يبقى دي ايه اجابتك؟ مين؟ was bought. يبقى a car was bought yesterday. يبقى العربيه تم شرائها ايه؟ امبارح. حلو جدا. كده انا خلصت كده الماضي البسيط باستخدامات. تاني كده الماضي البسيط هو حدث بدأ فين؟ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له اي علاقه في المضارع، وهو التصريف التاني لاي فعل. ولو حبينا ننفيه على فكره بننفيه عادي بكلمه didn't والفعل في المصدر. خلاص؟ حلو قوي. وكده فرق ما بين اكتف وباسيف ازاي؟ بنحدد العلاقه من اللي قبل النقط والكلمه اللي في الاختياري. لو اللي قبل النقط هو فاعل بيقوم بالحدث يبقى انا عايز ماضي بسيط تصريف تاني بس. لو اللي قبل النقط بيقع عليه الحدث خلاص كده يبقى انا عايز يبقى هنا فيرب تو بي تصريف تاني. في اي مشكله مع الباشا؟ تمام جدا كده خلصنا الماضي البسيط. طيب عندك بقى يا معلم الباشا هنا جزئيه مهمه جدا. بص يا حبيبي، الانجليش عباره عن جمل قصيره. جمل ايه؟ جمل قصيره. فعشان نوصل الجملتين ببعض لازم نحط لهم حاجه اسمها رابط. لازم نحط لهم حاجه ايه؟ رابط. لان ممكن يعني الرابط ده والرابط ده اسمه رابط لانه يربط ما بين جملتين. تعالى كده نطبق الكلام ده فعلي عشان بس تكون انت عارف انا فين. طيب بص يا شباب، عندنا بقى هنا عندنا وين. طيب اول ما اشوف كلمه وين كده تعرف ان هي رابط. وين ان هي ايه بقى؟ رابط. وتقول لي كده الرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيجيب لك زمن الجمله الثانيه. يعني ما عليك عشان تحل الجمله الثانيه دي كده ما ينفعش حلها وخلاص، هي مضارع ولا ماضي مش هعرف. يبقى انا اول ما اشوف كلمه وين اعرف ان هي رابط، والرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. احدد زمن الجمله الاولى من كلمه سو هعرف ان هي زمانها ماضي. فانا فهمت ان هنا في النقط دي كده انا محتاج زمن ماضي. فبالسلامه لاي مضارع، بالسلامه لاي مضارع بلمح بعين ليت از زمانها مضارع. هقول له هعمل فيها ايه؟ همشيها مش عايزها. طب هاز برضو زمانها مضارع، همشيها لان انا عايز ماضي. بالسلامه المضارع. كلمه شاوتنج اي ان جي، اي زمن اي ان جي ملوش ايه؟ ملوش زمن. فبص ادي اجابتك مستناك اهي. مش انت اللي اخترتها، هي اللي اخترتك. تاني عملت ايه دلوقتي تاني يا مستر كده؟ عشان اجيب زمن الجمله الاولى هحدد زمن الجمله الايه؟ سوري، عشان اجيب زمن الجمله الثانيه هجيب الجمله الاولى الاول. عندي رابط، الرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيجيب لك زمن الجمله الثانيه. حددت من الجمله الاولى سو زمانها ماضي، ولا وكمان تصريف ثاني يعني ماضي بسيط. حلو. والجمله الثانيه زمانها ماضي. خدت هنا كلمه شاوتد خلاص كده زمانها برضو ماضي، وماضي ايه؟ ماضي بسيط. بقت هنا حطيت هنا ماضي بسيط. تعال بقى نعرف الجمله بتتكلم عن ايه. بيقول لي هنا وين ساره سو ذا سنيك. خلاص كده شي شاوتد، لما ساره شافت التعبان صرخت. سين سؤال مهمه جدا. لو هتلاحظ كده ان هنا ماضي بسيط وبقى ماضي بسيط، اول استخدام لماضي البسيط احنا هناخد 6 استخدامات ليه. 6 استخدامات. خلاص؟ ماضي بسيط ماضي بسيط. طيب لما ساره شافت التعبان اللي حصل؟ صرخت. طب لما صرخت كانت شافت الايه؟ التعبان. يبقى الحدثين حصلوا في نفس التوقيت. يبقى لما اختار ماضي بسيط ماضي بسيط الحدثين في نفس التوقيت. مهمه. تاني ماضي بسيط ماضي بسيط الحدثين في نفس التوقيت. اسمعها تاني لاني اول استخدام مهم. اول جمله ماضي بسيط، عشان اختار ماضي بسيط كمان يبقى انا فهمت ان الحدثين اللي في الجمله خلاص كده ماضي بسيط، زمانهم ماضي بسيط الحدثين في نفس الايه؟ في نفس التوقيت. حلو قوي. طب واحده كمان، بلمح بعيني لقيت عندي كلمه ايه؟ افتر. خلاص كده مش هقول عليها افتر، هقول عليها رابط. ليه يا مستر؟ لاني لمحت بعيني هنا كلمه ايه بقى؟ في هنا كما، والكما هي اداه فصل ما بين الجملتين. عشان اجيب الجمله الاولى لازم انا احدد زمن الجمله، سوري عشان اجيب الجمله الثانيه احدد زمن الجمله الاولى.
من كلمه افتر قلت له ان دي زمانها دي كده ايه؟ رابط. حلو قوي. احدد زمن الجمله الاولى من كلمه هاد هقول له زمانها ماضي. لو كانت هاد بس هتبقى ماضي بسيط، اما هاد والتصريف الثالث ماضي تام. على طول وانت مغمض ان الماضي التام هو حدث اول لحدث تاني، والحدث التاني دايما زمنه ماضي بسيط، والحدث التاني دايما زمنه ماضي بسيط. حلو قوي. تاني بيقول لي افتر، حددت زمن الجمله الاولى لقيتها ماضي تام، عينيا شافت ماضي التام، هقول الماضي التام هو دايما حدث اول لحدث تاني، والحدث التاني دايما زمنه ماضي بسيط من غير ما تفكر. عايز ماضي باستلامه لاي مضارع، بيقول لي هاف قلت له زمانها مضارع مشيها. بيقول لي سليب اي فعل في المصدر زمنه مضارع مشيه. طب واز سليبنج هتقول له واز زمانها ماضي. اي ان جي بقت مستمر، اي ان جي مستمر باستلامه للمستمر. قال لي سليبت قلت له سليبت هي التصريف الكام؟ التصريف الكام؟ الثاني اللي هي بقت ماضي بسيط. ابدا افرق بقى. بيقول لي هنا افتر اي هاد ستاديد، بعد ما ذاكرت اي سليبت نمت. يبقى حدث المذاكره ده الحدث الايه؟ الاول. بعد كده اللي حصل انا نمت، يبقى انا ذاكرت الحدث الاول. طب نمت الحدث الثاني. يبقى الماضي التام دايما حدث اول، والماضي البسيط دايما حدث تاني. يبقى انا ذاكرت الاول بعد كده نمت. حلو قوي. يبقى ادي تاني استخدام للماضي البسيط. حلو جدا. يبقى انا هراجعهم لك تاني. معالي الباشا بالله عليك ركز. انا عندي هنا وين تعمل كلمه وين كمحدد زمني. زمن الجمله الاولى بيحدد زمن الجمله الثانيه، وزمن الجمله الثانيه بيحدد زمن الجمله الاولى، عملا بالقاعده اللي بتقول مضارع مضارع ماضي ماضي. حددت زمن الجمله الاولى لقيتها ماضي بسيط. لما احتاج هناك ماضي بسيط فانا هعرف ان الجملتين حصلوا في نفس التوقيت. طيب بحدد زمن الجمله اللي رقم 2. حددت زمن الجمله الاولى لقيتها ماضي تام، قلت له الماضي التام هو دايما حدث اول لحدث تاني. الحدث الاول دايما زمنه ماضي تام. تكوين الماضي التام هاد والتصريف الثالث. الماضي التام هاد والتصريف الثالث، والماضي البسيط هو تصريف تاني. يبقى الماضي بسيط ماضي تام ماضي بسيط حدث اول وحدث تاني. حلو. رقم 3 بلمح بعيني هنا ببص هنا كده. ادي عندي وايل. هتعامل برضو مع وايل ان هي برضو ايه بقى هنا؟ وايل برضو دي ايه بقى؟ دي رابط. حلو. والرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيجيب لي زمن الجمله الثانيه، وزمن الجمله الثانيه هيحدد زمن الجمله الاولى. بحدد هنا عايز احدد زمن الجمله الاولى من كلمه واز هقول له زمنها ماضي. اي ان جي اي ان جي يا معالي الباشا مستمر، وطالما قلت له محتاج ماضي على طول يبقى انا عايز هنا ماضي. اطلع كل ما هو مضارع. بيقول لي از قلت له مضارع مشيها. طب رينجز اي فعل في اس زمنه مضارع بسيط مشيه. رانج زمنها ماضي لا اخليها، وعشان تصريف تاني بقت ماضي بسيط. طب هاد رانج هقول له هاد زمنها ماضي. رانج هنا تصريف كام؟ تالت بقت ماضي تام. حلو. ماضي المستمر عايز اقابل مين هنا؟ مش قابل ماضي ايه؟ مش قابل ماضي التام تاني بقى، لا بيقابل ماضي ايه بقى؟ ماضي بسيط. سوري ماضي بسيط. حلو جدا. اطلع كل ما هو ايه بقى؟ ماضي تام. خدت الماضي البسيط. عايز اعرف الفرق بينهم ايه بقى؟ while I was reading الماضي البسيط الماضي المستمر يا معالي الباشا هو حدث كان مستمر. الماضي المستمر هو حدث كان مستمر، والحدث الثاني قطعه. تاني الماضي المستمر هو حدث بدأ في الماضي واستمر لفترة وانقطع يعني ما كملش. طب مين اللي قطعه هنا؟ الماضي البسيط. فانا عايز اقول لك هنا ايه بقى؟ while I was reading وانا كنت بقرا the phone rang التليفون رن. يعني حدث اللي كان المستمر كنت انا قاعد ايه؟ قاعد بقرا. التليفون لما رن قطعني قعدت رديت على التليفون. يبقى انا عايز اثبتها كده ان الماضي البسيط هو حدث قاطع لحدث كان مستمر. الماضي البسيط هو حدث قاطع لحدث كان مستمر. يعني اهو الماضي المستمر ماشي الحدث ماشي اهو مستمر في القراءه، فجاه التليفون رن. يبقى قطع ايه؟ قطع الايه؟ المذاكره بتاعتي او القراءه بتاعتي. والله وانا نايم حد خبط على الايه؟ على الباب فصحاني. يبقى حدث النوم هو اللي كان مستمر، لما حد خبط على الباب هو كده قطعني صحاني. خلاص. وهكذا. كنت انت بتذاكر وفجاه نمت، يبقى حدث المذاكره ده الحدث اللي كان مستمر. طب لما جه النوم مره واحده قطع. خلاص. يبقى انا هتعامل دلوقتي مع الروابط دي مهمه جدا. اول رابط ماضي بسيط ماضي بسيط الحدثين في نفس التوقيت. ماضي تام ماضي بسيط حدث اول حدث تاني. ماضي مستمر وماضي بسيط هتقولي الماضي البسيط هو حدث قاطع لحدث كان مستمر. يبقى انا بتعامل مع رابط جزئيه مهمه جدا. خلاص. طيب رقم 4 هنا
عندنا هنا برضو قاعده ايه؟ برضو ماضي البسيط برضو بيجي برضو مع قاعده اف. اول ما عينك تشوف برضو كلمه اف بالله عليك هتعامل برضو معاها كرابط، والرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيحدد لك زمن الجمله الثانيه، وزمن الجمله الثانيه بيحدد زمن الجمله الاولى، عملا بالقاعده اللي بتقول مضارع مضارع ماضي ماضي. عشان اجيب الجمله الاولى بحدد زمن الجمله الثانيه اللي هي الكامله، بحدد زمن الجمله الكامله يا شباب عشان اجيب زمن الجمله الاولى. فبلمح بعيني كلمه وود، قلت له زمانها ماضي، شكرا. يبقى انا عايز هنا في النقط هنا ماضي بالسلامه لاي مضارع. studying ملهاش زمن، اي ان جي لوحده ملهاش زمن، بالسلامه لكلمه studying. حلو قوي. قال لي هنا studies اي فعل فيه اس زمنه مضارع، انا عايز ماضي. studied اخرها اي دي، هقول له دي زمانها ماضي. تصريف تاني ماضي ايه بقى؟ بسيط، خليها. طب has succeeded من كلمه has زمانها مضارع، مشيها. بص الجمله الثانيه ماضي يبقى الاولى ماضي، طلعت كل ما هو مضارع. studying مشيها، studies فيها اس مشيها، الاخيره فيها هاز مضارع مشيها. اجابتك هي اللي اخترتك مش انت اللي اخترتها. شكرا، هي قدامك اهي. حلو قوي. طب واحده كمان، بيقول لي هنا رقم 5 سؤال مهم جدا. He not a in Cairo for 5 years. Now he lives in Alex. الراجل عايز يقول لك والله هو عاش في القاهره لمده كام سنه؟ 5 سنين. عاش في القاهره لمده 5 سنين. Now دلوقتي بقى هو عايش في ايه؟ في اسكندريه. سؤال لي ما عليك، الراجل ده عاش في اسكندريه في القاهره 5 سنين. هل علاقته بالقاهره لسه قائمه ولا انتهت؟ هو عاش في القاهره 5 سنين، دلوقتي هو عايش فين؟ في اسكندريه. عاش في القاهره 5 سنين، دلوقتي هو عايش في الاسكندريه. يبقى هل علاقته بالقاهره لسه قائمه ولا انتهت؟ برافو عليك، قلت لي يا مستر انتهت. وطالما علاقته بالقاهره انتهت يبقى زمانها ايه؟ هتقول لي زمانها ماضي بسيط، لان الماضي البسيط حدث في الماضي وانتهى في الماضي وليس لها اي علاقه بالمضارع. فعلاقته بالمضارع هنا، علاقته بالقاهره انتهت خلاص. فانا هعمل ايه؟ يبقى انا عايز هنا على طول ماضي بسيط. بالسلامه الهاف لانها مضارع، بالسلامه الهيف لانها مضارع. ليفد زمانها ماضي، خليها. طب ام زمانها مضارع، مشيه. شكرا، اتحلت. فاقول لك هنا he lived in Cairo for 5 years. now he lives in Alex. حلو قوي. طيب 6 و7 مهمين جدا، ركز بقى معالي الباشا كده. بيقول لي هنا when he is on holiday he always usually late. عايز بس افرق لك حته مهمه جدا عشان سيادتك دايما يعني بتتلخبط فيها، وحته مهمه قوي. سيادتك دايما لما تيجي تشوف كلمه always ويوجوالي اللي هي ظروف التكرار اللي هي الادفيربس اوف فريكوينسي، لما بتشوفها دايما ذهنك دايما رابط وانت صغير يقول لك ايه؟ ان الادفيربس اوف فريكوينسي او ظروف التكرار مرتبطه بالمضارع البسيط. لا يا معالي الباشا، ظرف التكرار ملوش زمن يا معالي الباشا. ظرف التكرار عادي يجي في المضارع ويجي في الماضي، وهثبت لك دلوقتي ان انت مفيش حاجه اسمها كلمات داله على اي زمن، مفيش حاجه اسمها كلمات داله على اي زمن. خلاص؟ ادي كلمه always ويوجوالي هنشوفها بقى. انا اول حاجه شفت كلمه وين، قلت له وين دي رابط، والرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيحدد لك زمن الجمله الثانيه. بلمح بعيني من الجمله الاولى قلت له از، قلت له حاضر، ادي زمنها مضارع بالسلامه لاي ماضي. يبقى انا عايز في الجمله الثانيه زمنها مضارع. بص انا بعمل ايه عشان بس اثبت لك حاجه مهمه جدا النهارده. الجمله هنا مضارع، يبقى انا عايز مضارع عشان الجمله تبقى ماشيه ايه؟ خلاص؟ بنفس الازمنه كده. طيب ادي مضارع، ادي مضارع بالسلامه لاي ماضي. لقيت بيقول لي هنا ستيد اب اخرها ايه دي، فزمانها ماضي، مش عايزها، انا عايز مضارع. فعل فيه اس، قلت له زمانه مضارع بسيط، ماشي. stay up برضو ايه بقى الفعل في المصدر، هقول له برضو زمانها مضارع بسيط، خليه المضارع، انا عايز مضارع. طب هاد هقول له زمانها ماضي، مشيها. حلو قوي. زمن الجمله الاولى مضارع، يبقى انا عايز الجمله الثانيه مضارع. مشيت الماضي اللي انا مش عايزه، بيخيرني في ماضي بسيط ماضي بسيط. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان دي فيها اس بتيجي مع الفعل الايه؟ المفرد. طب ودي هنا مصدر بتيجي مع الفعل الجمع. اطلع ابص على ايه بقى؟ على الفاعل، بلمح بعيني ليه كلمه هي، قلت له دي مفرد، يبقى بالسلامه للجمع. بالسلامه للجمع اجابتك بقت مين؟ ستيز. طب يا مستر ما هي جت اهي، ايه المشكله؟ ما احنا خدنا كلمه اهو always ويوجوالي جت مع المضارع البسيط، يعني الكلام اللي هتقال لنا صح. تعال بقى اثبت لك بقى دلوقتي بقى.
حليناها على مضارع بسيط، كلام جميل جدا. نفس الكلمه برضو، ادي اولويز وادي يوجوالي، ممكن تكون برضو سام تايمز او اوكيجنلي او كل الكلام ده ايه بتاع ظروف التكرار. بلمح بعيني، عينك لو شافت كلمه اولويز ويوجوالي وخدتها مضارع بسيط شكرا هتاخد يا باشا صفر. اول ما هشوفها كده تقول لي اه يا مستر دي مضارع، دي فيها ايه؟ هي المفرد يبقى هي عايزه مين؟ ستيز. بالسلام، خدت نص درجه. طب ليه يا مستر؟ عشان انت ما قراتش الجمله اصلا. تعال بقى نشوف كده. بلمح بعيني هنا مع الباشا، قلت له رابط وين، والرابط اسمه رابط لانه بيربط ما بين جملتين. زمن الجمله الاولى هيحدد لك زمن الجمله الثانيه. خلاص. بلمح بين كلمه واز، دي زمانها ماضي. ينفع بقى احط ماضي مع مضارع؟ لا طبعا. فين التوافق الزمني هنا؟ هقول له لا، يبقى انا عايز هنا يا معالي الباشا ماضي. يبقى اجابتك اللي انت اخترتها مضارع دي غلط. اطلع بقى المضارع، لان زمن الجمله الاولى ماضي، يبقى الجمله الثانيه هي برضو ماضي عشان يحصل توافق زمني بين الازمنه. اما انا احط مضارع مع ماضي واعمل، لا مش هينفع. خلاص. فطلعت مضارع، دي ماضي خليها. استيد زمانها ماضي وماضي بسيط خليها. طيب استي اي فعل في المصدر؟ لا، ده برضه زمانه مضارع مشيه، انا عايز ماضي. طب هاف زمانها مضارع مشيها. ادي اجابتك اهي. اجابتك دي بالسلامه اهو. اجابتك ايه الاولى؟ استيد. عايز تقول لي بقى بص كده، ادي كلمه اولويز ويوجوال اي ظرف تكرار، عشان الجمله زمانها مضارع جت مع المضارع. طب الجمله زمانها ماضي جت مع الماضي. يعني عايز اقول لك يا حبيب قلبي ان ظرف التكرار ملوش زمن. ملوش زمن. حدد زمن الجمله يا معالي الباشا. حلو قوي يا مستر الكلام الجميل ده. تمام جدا. طيب نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا، يوزد تو. بص بقى يا معالي الباشا بقى، ركز معايا كده بسم الله. يوزد تو، ادي هنا بشوف عينيا شافت يوزد تو بعدها الفعل في المصدر. حلو الكلام الجميل ده. وادي يوزد تو بعدها الفعل اي ان جي. لا ما تتلخبطش بقى معايا. اولا يوزد تو هي بتعبر عن عاده، بتعبر عن عاده زمان. عشان بس الموضوع يبقى بالنسبه لك خلص النهارده، بالله عليك ادي يوزد تو بعدها فعل في المصدر، وبرضه نفس الكلمه هي يوزد تو بس بعدها فعل اي ان جي. افرق ما بينهم ازاي؟ يوزد تو بعدها فعل اي ان جي، اي جمله فيها اي ان جي بنعوض برضه، لو مفيش اي ان جي بنعوض عليها بنون. عشان تكون فاهم يعني ايه نون دي. يعني ايه نون يا مستر؟ يعني اسم. وممكن نعوض برضه كمان بحاجه اسمها ضمير. حلو قوي. طيب افرق ازاي ما بين يوزد تو اي ان جي وبرضه يوزد تو فعل في المصدر؟ بحاجه بسيطه جدا يا معالي الباشا. وحيد لله قل لا اله الا الله. لو عندك يوزد تو، بص بص بص، قبلها فاعل والفاعل ده عاقل. فاعل عاقل متصل بيوزد اهو. متصل بيوزد، فاعل عاقل شخص بني ادم اهو متصل بيوزد. اجابتك هتقول لي كده تو والمصدر. تاني، فاعل عاقل متصل بيوزد، اجابتك تو والمصدر. طيب جيت هنا كده، لو فاعل برضو يبقى فاعل عاقل بس بص بص منفصل. فاعل عاقل منفصل عن يوزد. الانفصال هيتم بثلاث حاجات، يا اما فيرب تو بي ام از ار واز وير، يا اما كلمه بيكم باشكالها بيكم بيكمز بيكيم بيكامينج ايا كان. كلمه جيت باشكالها، كلمه جيت جوت جيتس جيتنج، ما يشغلكش بقى عادي. ما يشغلكش الانفصال ده. عندي فاعل عاقل منفصل عن يوز، اجابتك تقول لي كده تو والاي ان جي، وانا قلت لك تقول لي تو اي ان جي، لان دايما انت دايما حافظ ان تو بعدها مصدر. فانا هقولها تاني، لو فاعل عاقل متصل بيوز اجابتك تو المصدر. طب لو فاعل عاقل برضو منفصل عن يوز اجابتك تو اي ان جي. تاني، فاعل عاقل متصل بيوز تو المصدر. قول كده عاد زمان وانتهت. خلاص. يعني اعتدت على شيء، واحد مثلا كان بيدخن قبل كده وبطل التدخين، يقول لك والله ايه هي يوزد تو سموك، والله هو دخن قبل كده وخلاص. العاده يا باشا بالله عليك، اعتدت مثلا على النوم كتير، والله كنت بتخرج كتير جدا، بتلعب كتير جدا في الشارع، اي حاجه كنت بتعتاد عليها وبطلتها، هي الجزء ده. طب لو هنا تو اي ان جي بقت عاده لسه مستمره، والله بيدخن ولسه بيدخن، بينام كتير ولسه بينام كتير، فاهمني، تشرب قهوه كتير ولسه بتشرب قهوه كتير. يبقى هنا بالله عليك فاعل عاقل متصل بيوز اجابتك تو والمصدر عاده زمان وانتهت. طب فاعل عاقل منفصل عن يوز، يبقى تو والاي ان جي عاده مستمره. تعال نطبق الكلام ده فعل هنا. ركز كده بقى يا معالي الباشا بالله عليك، والموضوع بالنسبه لك بص واضح وهيبقى محسوم امره النهارده بفضل الله. طيب ركز كده معايا.
طيب بيقول لك هنا ايه بقى؟ طيب ادي هي، خلاص هقول له هنا ايه؟ ده عاقل، فاعل عاقل اهو. بص هي used to، طالما الفعل عاقل متصل بيوزد على طول، بص اهو هي used، اجابتك ايه بقى؟ to، وانا عايز الانفينيتيف اللي هو المصدر. فعل عاقل متصل بيوزد تو المصدر، اجابتك بقت مين؟ سموك بس. بالسلامه السموكس اللي فيها اس، بالسلامه السموكت اللي فيها اي دي، بالسلامه السموكينج اي ان جي. فعل عاقل متصل بيوزد تو المصدر. حلو، واحده كمان يا مستر. ادي هي، قلت له ده فعل عاقل. ادي هي، ادي فعل عاقل. ادي هي، ادي فعل برضو، كل الكلام ده يبقى هنا عاقل. حلو جدا، يبقى كل ده فعل ايه؟ فعل عاقل. حلو قوي الكلام الجميل ده. فعل عاقل، فعل عاقل، فعل عاقل. بص 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 الموضوع عامل ازاي معاك. used to، used to، used to، سين السؤال اللي معاليك. بص كده ركز، هل الفعل العاقل متصل بيوزد؟ هتقول لي لا. بص الانفصال اهو، ادي is، became، وادي جت قدامك واضحه جدا اهي الانفصال. فاعل عاقل منفصل عن يوز ولا متصل؟ هتقول لي يا مستر لا ده منفصل. الانفصال تم بمين؟ بفيرب تو بي وكلمه بيكم وكلمه جيت. وطالما حصل انفصال يبقى اجابتك يا معالي الباشا انت عايز تو وعايز اي ان جي، عايز تو وعايز اي ان جي، عايز تو وادي الاي ان جي. يبقى انا بدور على الاي ان جي. فين الاي ان جي؟ اهي، ادي اي ان جي، ادي الاي ان جي. شكرا، موضوع بسيط جدا. يبقى فاعل عاقل متصل بيوزد تو المصدر عاد زمن وانتهت. فاعل عاقل منفصل عن يوزد تو اي ان جي. حلو. طب لو فاعل بقى غير عاقل، بص بقى، لو فاعل غير عاقل بيقول لي هنا ذا بن، هل البن القلم ده هو عاقل وغير عاقل؟ هتقول لي يا مستر القلم هنا ده فاعل اهو، فاعل غير عاقل. وطالما فاعل غير عاقل اعمل اللي انت عارفه. فاعل غير عاقل اعمل اللي انت عارفه اللي هو تو المصدر، ولو غير من تو بقت فور، بقت فور اي ان جي. بص مش هيشغلك بقى الايه الانفصال اللي بيحصل هنا ده، مالكش دعوه بالانفصال. لو فاعل غير عاقل، لو فاعل غير عاقل اعمل اللي انت عارفه. لو فاعل غير عاقل اعمل اللي انت عارفه. تو يجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى انا عايز هنا بقى رايت، يبقى ها ذا بين از يوزد تو رايت، القلم بيستخدم للكتابه. هل القلم اصلا ليه عاده؟ هتقول لي مستر مش حاجه اسمها عاده. انا قلت لك هنا ان هو هي يوزد تو سموك، والله هو اعتاد على التدخين وبطل التدخين خلاص. اما هي از يوزد تو سموكينج خلاص كده، يبقى هو ايه بقى؟ لسه معتاد على التدخين خلاص. طب هنا قلت لك هنا ذا بين از يوزد تو رايت، القلم بيستخدم للكتابه. مش هقول لك القلم عادته ان هو بيكتب، لا طبعا خلاص. طيب لو حول من هنا، غير من تو وحط فور، هقول له فور بتغير اللي بعدها تخليه اي ان جي، بقت كلمه رايتنج. والاتنين بيساووا بعض والاتنين صح. فاعل غير عاقل اهو، فاعل غير عاقل، فاعل غير عاقل. خلاص بعمل ايه؟ بعمل اللي انا عارفه، تو والمصدر فور اي ان جي والاتنين صح. يبقى نسمعهم تاني. قاعده تيستو خلصت خلاص. فاعل عاقل متصل بيوزد، اجابتك تو والمصدر عاد زمان وانتهت. طب فاعل عاقل منفصل عن يوزد تو اي ان جي عاده مستمره. طب لو فعل يا مستر غير عاقل اعمل اللي انت عارفه، تو يجي بعدها الفعل في المصدر. طب لو فور هيبقى اي ان جي والاتنين صح. كلام جميل جدا. طيب حلو قوي. كمل بقى معايا الجزئيه المهمه دي. طيب يجي النهارده يفرق لك يا معالي الباشا، عندنا برضو يوزد تو وعندنا وود. الاتنين بيعبروا عن عاده. يوزد تو بتعبر عن عاده، طب وود بتعبر عن عاده. فبالله عليك ركز. بص بقى يا سيدي، دايما ثبته. طالما جاب لي في الاختيار جاب لي يوزد تو وود، يوزد تو دايما صح، يوزد تو دايما صح. اما وود ليها شرطين. وود ليها كام شرط؟ اتنين. اول حاجه وود عشان، بالله عليك ركز فيها، وود عشان تبقى صح لازم يكون عندك شرطين. اول شرط الفعل اللي بعدها، الفعل اللي بعدها يقبل التكرار، والجمله تكون دل على الماضي. تاني مع الباشا، وود عشان تبقى صح الفعل اللي بعدها يقبل التكرار. انا ممكن عايز ارخم عليك، هبعت لك مثلا لسته كده من الكلمات واقول لك يا باشا خد احفظ الكلمات دي كلها اللي ايه اللي ما بتقبلش التكرار. خلاص طيب هنعمل ايه تاني؟ وود امتى تبقى صح؟ هتقول لي شرطين.
امتى ودي تبقى صح عشان تعبر عن عاده؟ شرطين، الفعل اللي بعدها يقبل التكرار او جمله الجمله تكون ايه في الماضي، لازم الشرطين يتحققوا، فعل يقبل تكرار والجمله تكون في الماضي. حلو قوي، تعال نحل بقى. عشان احل دلوقتي اهم حاجه لازم اكون اعرف ان الجمله بتعبر عن عاده، لازم نعرف ان الجمله بتعبر عن عاده. when I was young، وانا صغير I not ايه play tennis، وانا صغير كنت معتاد ان انا العب تنس، يبقى دي اعتدت على الشيء ده. حلو، الجمله هنا بتعبر عن عاده، بيخيرني ما بين used to وwould، وبيقول لي ايه and be. اول حاجه هقول له used to دايما صح، ليه؟ دايما صح. طيب اما would لا، كم شرط؟ اتنين. اول شرط فعل يقبل التكرار او الجمله تكون داله على الماضي، بلمح ببيني اهو، ادي was زمانها ماضي، حلو جدا، ادي اول شرط. الفعل بقى اللي بعده would، الفعل اللي بعده would كلمه هنا ايه بقى؟ play. اسال كلمه play كده معناها ايه؟ يلعب. هل بتقبل التكرار؟ العب السبت، الحد، الاثنين، الصبح، بالليل، اي وقت، خلاص كده. طالما الفعل ده قبل ان هو يتكرر خلاص كده يبقى تمام. الفعل قبل التكرار يبقى ودي تبقى صح، يبقى عندي A and B. في مشكله؟ ماشي. طب واحده كمان، بيقول لي when I was young I not have a black car، لازم اتاكد ان الجمله بتعبر عن عاده. عايز اقول لك وانا صغير اعتدت ان يكون عندي عربيه سوداء، حلو قوي. used to دايما صح، حلو جدا. اما would لها كام شرط؟ اتنين. اول حاجه فعل يقبل التكرار والجمله تكون داله على الايه؟ على الماضي. ادي كلمه was زمانها ماضي، حلو جدا، ادي اول شرط. طب الفعل بقى اللي بعدها بقى كلمه have دي، يمتلك عربيه. هل الامتلاك ده have يمتلك دي تقبل التكرار؟ هل انا بمتلك عربيه السبت همتلكها الاثنين وهمتلك الثلاث والاربع وبكره وبعده؟ لا طبعا. فالفعل هنا ده من الستيف فيرب ما يقبلش التكرار يا معالي الباشا، وطالما ما قبلش التكرار يبقى اجابتك ما فيهاش وود. خلاص، بالله عليك بالله عليك ما تقولش بقى ايه اند بي. ليه يا مستر؟ لان وود امتى تبقى صح؟ اللي هي كام شرط؟ اتنين. الفعل اللي هيجي بعدها ده يقبل التكرار. خلاص، مثلا يقبل التكرار زي كلمه بلاي يلعب، يتكرر. طب فيزيت مثلا يزور، تقبل التكرار. طب كلمه درايف يسوق، تقبل التكرار. طب سويم، تقبل التكرار. خلاص كده في افعال عندنا ما بتقبلش التكرار. حلو جدا، تعال ناخد واحده كمان. بيقول لي شي نقط ايه؟ سويم ان ذا سي. حلو جدا، اول برضه لازم اتاكد ان الجمله تعبر ايه؟ عن عاده. عايز اقول لك ان هي اعتادت على ايه؟ ان هي تعوم في الايه؟ في البحر. يوزد تو دايما صح لانها بتعبر عن عاده. حلو. طب امتى ود تبقى صح؟ لها كام شرط؟ اتنين. بلبح معيني كده، لازم يكون فعل يقبل التكرار. كلمه سويم تقبل التكرار، يعوم السبت والاثنين والثلاث والاربع بكره وبعده عادي يقبل التكرار، مفيش مشكله، ادي اول شرط اتحقق. طب هل الجمله داله على الماضي؟ لا، ما فيهاش اي كلمه داله على الماضي، فبيستلم لمين؟ لود، ما بقتش ايه؟ اند بي، فاجابتك بقت ايه؟ يوز تو بس. حلو جدا. طيب رقم 4 بيقول هنا we didn't نقط wake up early on holidays. طيب بيقول لي هنا كلمه didn't، بالله عليك ركز فيها كده. didn't يا بقى معالي الباشا لما تشوفها هي اصلا دل، هي بص هي ماضي اصلا، والله هي ماضي، فما ينفعش ماضي مع ماضي. يا بالله عليك ركز فيها كده. didn't ليه بيقول لك بعدها في المصدر؟ افهم بقى ليه مصدر اصلا. هي اصلا didn't دي ماضي، ينفع احط بعدها مع ماضي؟ ماضي مع ماضي ما يرولش اصلا، ما ينفعش. فبديهيا كده اقول لي طالما الجمله فيها حاجه داله على الماضي يبقى كلمه هنا يوز دي كده عايزه بعدها الفعل في الانفينيتيف. يعني ايه؟ يعني مصدر. يعني هنا didn't بالله عليك بديهيا هي اصلا جايه من الماضي، فاللي بعدها عايز يكون مصدر، يبقى انا باستلامه لاي ايه؟ لاي ماضي. بيقول لي يوزد اي اخرها ايه؟ دي زمانها ماضي، فانا اقول له ما تنفعش، مش عارف اسمها didn't used، باستلامه ليه؟ ليوزد. طب ينفع وود برضه؟ دي برضه ماضي من ويل، فانا اقول له باستلامه برضه اللي هي ماضي، فباستلامه الايه عندي بي. اجابتي بقت ايه بقى؟ يوز بس. بقت برضه انت برضه الفعل في المصدر. يعني هي لمحت كلمه ديد برضه نفس الكلام، والله من غير ما ابص على الجمله هي ماضي، فباستلامه ايه بقى؟ انا عايز هنا بقى ايه بقى؟ عايز الفعل فين؟ في المصدر. باستلامه اليوزد لانها ماضي، باستلامه الوود لانها ماضي، واي اند بي غلط، يبقى انا عايز يوز بس. كلام جميل جدا، حلو قوي. ايوه، بص يا معالي الباشا. طيب بيقول لي هنا نمبر 6 هنا when I was young I play basketball. اهم حاجه اتاكد ان الجمله بتعبر عن عاده، اهم حاجه اتاكد ان الجمله بتعبر عن عاده. بيقول لي وانا صغير هنا انا لعبت باسكتبول. حلو، بتعبر عن عاده، كلام جميل جدا. الراجل بيخيرني هنا بقى في يوزد تو، وادي يوزد تو، وادي وود، وادي وود. ايه بقى الموضوع هنا؟
هو بيخيرك هنا في بقى انا في الظرف يا معالي الباشا. في عندي هنا كلمه always، ده ظرف تكرار زي كلمه usually و sometimes و never و rarely و seldom وكل الكلام ده. بالله عليك بقى مهم جدا، ظرف او ظرف التكرار بالله عليك مهم جدا. ليه كم مكان؟ هتقول لي برضو 2. ظرف التكرار ليه كم مكان يا معالي الباشا؟ 2. ظرف التكرار ليه كم مكان؟ 2. قبل used to، قبل used to وبعد would هنثبتها. ظرف التكرار يا معالي الباشا، ده ظرف التكرار ليه كام مكان؟ مع used to would هتقول لي قبل used to وبعد would. ظرف التكرار ليه كام مكان؟ 2. قبل used to وبعد would. ظرف التكرار ليه كام مكان؟ 2. قبل used to وبعد would. تعال نطبق الكلام ده. ادي هنا used to، ظرف التكرار ليه كام مكان؟ 2. قبل used to، حلو، موجود قبل used to، اقول له دي صح خليها دلوقتي. ظرف التكرار ليه كام مكان؟ 2. قبل used to، بص ظرف فين؟ لا انا هقول له يا فندم المفروض يبقى قبلها، يبقى دي كده بقت غلط. طيب ظرف التكرار ليه كام مكان؟ 2. قبل used to وبعد would، ادي would اهي جاي بعدها، اقول له اه دي صح خليها. برضه would اهي بيجي قبلها ولا بعدها؟ هتقول لي بعد would، الظرف يجي بعدها، فدي برضه بقت ايه؟ بقت غلط. خيرنا ما بين يوزد تو وما بين وود، الاثنين دولت هم دولت اللي صح، طلعنا الغلط اهو باستلامه، الاثنين دولت غلط خلاص. ادي وود بعدها الظرف ماشي، ادي هنا يوزد تو قبلها الظرف ماشي. اجي اشوف بقى الجمله، يوزد تو دايما صح اخترتها. طب وود امتى تبقى صح؟ ان الجمله الفعل اللي بعدها يقبل التكرار والجمله تدل على الماضي. بلبح بعيني ليه كلمتي بقى واز زمانها ماضي ماشي. طب بلاي فعل يقبل التكرار، بقت برضو ايه؟ بي بقت صح، بقوا الاتنين صح والاتنين بيساووا بعض. حلو جدا. يبقى هنا always used to صح، would always صح، والاتنين اجابتهم صح. طيب يبقى اجابتك A and B. واحده كمان، when I was 20 وانا عندي 20 سنه he not A سوري when he was 20 هو عنده 20 سنه he not A a motorbike. عايز يقول لك وهو عنده 20 سنه ما استخدمش طبعا ايه، ما اعتدش عليه ان هو يركب ايه، يركب اللي هو الموتوسيكل وكده يعني. تمام. بص بيقول لك هنا ايه، بيقول لك didn't use to ride. بص يا معلم الباشا، هل ينفع didn't بعدها كلمه used يا معالي الباشا؟ ازاي؟ نفسي اعرف ازاي. didn't بعدها الفعل في المصدر، فانا هقول لا دي غلط، ده مش مصدر. حلو. بي ادي didn't والفعل فين؟ في المصدر، دي صح تمام. حلو جدا. used not to ride، حته بقى مهمه جدا، نفي مش منتشر ممكن يلخبطك. didn't used to، بص بقى اي فعل اي حاجه بيجي بعدها to المصدر، اي حاجه يجي بعدها to المصدر او ادي to والفعل في المصدر. في بقى صيغه نافيه ثانيه محدش يعرفها كتير خلاص، ودي بتوقعك في الامتحان، خلي بالك بقى. to بلس الفعل في المصدر نفيها في نفي تاني اسمه not to والمصدر، مهمه جدا. تاني، اي حاجه بيجي بعدها to المصدر، اي حاجه يجي بعدها to المصدر في صيغه تانيه مش مشهوره اسمها not to والمصدر. حلو جدا. يبقى اهو used not to رايدد، طبعا دي اصلا مش المفروض تبقى رايد، بس هنشيل دي خالص، دي زياده يا جماعه انا اسف. خلاص، يبقى انا عندك هنا used not to to ride. خلاص، يبقى برضه اجابتك هنا سي. يبقى الاجابه عندك يبقى هنا بي اند بي اند سي اللي صح. حلو جدا. طيب نمبر 8 بيقول لي هي نوت a new laptop in 2018. لازم بيقول لي، عايز يقول لي ان هو اشترى لاب جديد في 2018. عايز اتاكد ان الجمله بتعبر عن عاده ولا لا. اول حاجه لازم اتاكد ان الجمله بتعبر عن عاده. الراجل ده بيقول لك هو اشترى لابتوب في امتى؟ في 2018. وطالما حدد يبقى دي ما بتعبرش عن عاده. طالما دي ما بتعبرش عن عاده، هو اشترى في 2018. هل هنا حصل تكرار؟ لان العاده اسمها عاده، لان كل حاجه دي بتتكرر كذا مره.
سموها عاده ليه؟ لانها بتتكرر كذا مره. خلاص كده؟ فهو اشترى في 2018. وطالما بص بقى مهم جدا، طالما هنا ايه بقى؟ عند التحديد، طالما حدد يسقط معنى الايه؟ العاده. طالما حدد الحاجه دي يبقى انا عايز ماضي بسيط بس. حلو قوي. هو حدد هنا في 2000 وكام؟ 2018. فانا بالسلامه الود لانها بتعبر عن عاده، وبالسلامه الود سوري يوزد تو بتعبر عن عاده، وبالسلامه الود لانها بتعبر عن عاده. ايه اند بي غلط، اجابتك بقت بوت بس. يبقى هي بوت ا نيو لابتوب ان 2018 2018. حلو قوي. نمبر 9 بيقول لي هنا شي نوت ايه ذا بيراميدز 3 تايمز. هو عايز يقول لك ان هي زارت الاهرامات 3 مرات. سؤال، هي زارت الاهرامات كم مره؟ 3 مرات. حدد ولا ما حددش؟ هتقول لي يا مستر حدد. وطالما حدد يبقى عند التحديد يسقط معنى العاده، يبقى انا مش عايز عاده، يبقى اجابتك مين؟ ماضي بسيط بس. حلو جدا. يبقى همشي يوزد تو لانها بتعبر عن عاده، وهمشي وود لانها بتعبر عن عاده، وهمشي ايه اند بي لانها بتعبر عن عاده. اجابتك بقت فيزيتد بس اللي هي ماضي ايه؟ ماضي بسيط. واحده كمان بيقول لي زي نقط ايه فوتبول لاست ويك. عايز اقول لك ان هم ايه؟ اعتادوا على لعب الايه؟ الكوره. اول حاجه قلت لك لازم نتاكد من الجمله ان هم بتعبر عن عاده. بقول لك ان هم لعبوا كوره خلاص كده الاسبوع اللي فات. سؤال، هو حدد ولا ما حددش؟ حدد. هم لعبوا كوره ايه صار امتى؟ هتقول الاسبوع اللي فات، يعني حددوا. وطالما عند التحديد يسقط معنى العاده، يبقى بالسلامه اليوز تو لانها بتعبر عن عاده، بالسلامه الود لانها بتعبر عن عاده، وبالسلامه ايه اند بي اجابتك هتبقى بليد بس. عند التحديد يسقط معنى العاده، عند التحديد يسقط معنى العاده. كلام جميل جدا. نيجي بقى لاخر جزئيه وهي مهمه جدا جدا جدا. اخر سلايد مهمه جدا. حاجه عندنا اسمها الانريل باست، الماضي الغير حقيقي. وانا مسميها الباك تنس. باك تنس. حلو قوي. ايه الباك تنس ده يا مستر؟ بص يا معلم باشا، عينك اول ما تشوف كلمه باك تنس ركز كويس قوي بالله عليك، مهمه جدا جدا. عايز اثبت لك النهارده ان مفيش حاجه اسمها كلمات داله على اي زمن. مفيش كلمات داله على اي زمن. وهثبت لك النهارده ان انت هتشوف كلمه ناو واللي بيقول لك كلمه داله على المضارع المستمر هتشوفها مع الماضي البسيط عادي. ويقول لك ان كلمه ياستر داي داله على الماضي البسيط يا معلم الباشا هشوفها النهارده مع الماضي التام. ازاي؟ مفيش كلمه داله على زمن. مفيش حاجه اسمها كلمات داله يا معلم الباشا، بالله عليك ركز عشان النهارده لو القاعده دي ممكن توقعك اصلا. خلاص؟ مهمه جدا. لما اقول لك باك تنس هتقول لي زمن الفعل، زمن الفعل ماضي زمن الجمله. باك تنس زمن الفعل ماضي زمن الجمله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معاليك لما تشوف الكلمات دي كلمه وش، كلمة I'd rather، كلمة it's time، suppose، imagine، as if، as though، الكلمات دي لما تشوفها هعمل باك تنس. يعني ايه باك تنس يا مستر؟ هرجع بالزمن خطوة لورا. يعني ايه باك تنس؟ كلمة باك تنس يعني هرجع بالزمن خطوة لورا. يعني الجملة لو زمانها مضارع اجابتك بقت ماضي بسيط. بص هرجع خطوة لورا تاني. لو الجملة زمانها مضارع اجابتك ماضي بسيط. طب لو الجمله ماضي بسيط اجابتك ماضي تام. يبقى يعني ايه باك تنس؟ هتقول لي كده ماضي بص زمن الجمله ماضي زمن الايه؟ ماضي الفعل ماضي زمن الجمله. طيب يبقى هتقول لي كده تاني كده. بص هنتعامل ازاي؟ كلمه طبعا اي وش وكل الكلام ده، اي وش يعني اتمنى، اي وود رازر برضه يفضل، اتس تايم يعني ايه؟ نهى الوقت. كلهم بيعبروا ان انا بتمنى شيء في الماضي. طيب اول ما اشوف بقول هنا اي وش. حلو جدا. اي وش يو نقط ايه ناو. اول ما اشوف هنا اي وش من الكلمات الباك تنس اعمل ايه يا فندم؟ استنى. استنى ايه؟ استنى واشوف الفاعل لازم يجي بعدها فاعل عشان اعمل باك تنس. لازم يجي بعدها فاعل عشان اعمل معاه باك تنس. اول ما اشوف كلمه اي وش اعمل ايه؟ استنى. استنى ايه؟ استنى الفاعل، ادور على فاعل. لو لقيت فاعل اعمل باك تنس، ارجع بالزمن خطوه لورا. احدد زمن الجمله من كلمه ناو. بص بص اهو ناو زمانها ايه بقى؟ زمانها مضارع. اعمل ايه بقى؟ اعمل باك تنس. مش هختار مضارع في النقط دي، هختار ماضي. طب ماضي ايه بقى؟ ماضي بسيط. لا تاني. لما اشوف كلمه اي وش هقول له دي من الكلمات الباك تنس، ارجع بالزمن خطوه لورا بشرط وجود فاعل. بشرط وجود فاعل. امتى اعمل باك تنس؟ بشرط وجود فاعل. بحد زمن الجمله من كلمه ناو زمانها مضارع يبقى اجابتك ماضي بسيط.
انا عايز استخدم مثلا كلمه مثلا من الكلمات، مثلا كلمه ليف اللي هو يترك يعني. يبقى الماضي من كلمه ليف ايه؟ هتقول لي يا مستر الماضي من كلمه ليف ليفت اهو. يبقى انا عايز هنا ليفت. يبقى I wish you left now. طب واحده كمان I wish you ايه؟ yesterday. اول ما اشوف كلمه I wish اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى ايه؟ الفاعل. ادور على فاعل، اهم حاجه عندي. اعمل باك تنس امتى؟ لما الاقي فاعل. ادي الفاعل. هعمل باك تنس، احدد زمن الجمله الاول من كلمه yesterday زمانها ماضي. بص اهو زمانها ماضي. دي طبعا كان بيقول لك دل على الماضي البسيط، لا يا باشا. يبقى انا عايز دي كده اصلا ماضي بسيط اهي، يبقى اجابتك هنا اصلا ماضي تام. يبقى من كلمه ليف يبقى انا عايز هاد ليفت. طب واحده كمان، شفت اي وش اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل، بدور على فاعل. هل هنا في فاعل اصلا؟ مفيش فاعل. فهعمل باك تنس؟ لا مش هعمل باك تنس. طب اعمل ايه بقى؟ لما اشوف كلمه اي وش بس بدون فاعل اجابتك تو المصدر، ادي تو وهتقول لي تو ليف. مستر حاسس ان انا لسه تايه شويه. طيب ما فهمتهاش من وش، هتفهمها من كلمه ويد راذر. طيب هعمل ايه يا مستر تاني كده؟ طيب اول حاجه اعمل ايه؟ شفت كلمه اي وود راذر اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل. هنا في فاعل يبقى هعمل باك تنس، هرجع بالزمن خطوه لورا، احد زمن الجمله من كلمه ناو هتقول لي زمانها مضارع. هرجع خطوه لورا يبقى انا عايز يبقى هنا ماضي بسيط. من كلمه ليف يبقى انا عايز كلمه ايه؟ ليفت. طب واحده كمان، ادي كلمه اي وود راذر اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل. في فاعل ده الفاعل اهو. يبقى هعمل باك تنس، احدد زمن الجمله من كلمه يستر دي زمانها ماضي. يبقى الاجابه بتاعتي هنا انا عايز ماضي تام. ايه هو الماضي التام؟ اللي هو هاد ليفت. واحده كمان اي وود راذر، شفتها اعمل ايه بقى هنا من كلمات الباك تنس؟ اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل. هل في فاعل؟ لا. هعمل باك تنس؟ لا برضه. طب هعمل ايه؟ طالما كلمه اي وود راذر مفيش فاعل يبقى انا عايز مصدر بس. يبقى كلمه ليف دي غير وش بدون فاعل تو المصدر. طب وود راذر بدون فاعل مصدر بس. بص الموضوع عامل ازاي؟ وش دي كده بدون فاعل يبقى انا عايز تو المصدر. اما عندك هنا وود راذر بدون فاعل مصدر بس. وش بدون فاعل تو المصدر. طب وود راذر بدون فاعل مصدر بس. حلو قوي. ما فهمتش؟ لا بص اهي نفس الطريقه تاني هفهمها من كلمه مين؟ من كلمه ايتستاين. ادي ايتستاين من كلمات الباك تنس. يلا قول لي بقى كده معايا، اشتغل بقى معايا كده واحده واحده. يلا ها، شفت كلمه ايتستاين اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل. في فاعل يبقى هعمل باك ايه؟ هعمل باك تنس. هبص على الجمله دي كلمه ناو، حدد زمانها ايه؟ مضارع. يبقى انا عايز في النقط ايه بقى؟ هرجع خطوه لورا اللي هي زمانها عايز ماضي. من كلمه ليف يبقى انا عايز مين؟ ليفت الماضي بتاعها. طب واحده كمان، شفت تيست تايم اعمل ايه؟ ها استنى ايه؟ استنى الفاعل. هل في فاعل؟ يبقى هعمل باك تنس، احدد زمان الجمله زمانها ماضي. يبقى اجابتك ماضي تام. ايه هو الماضي التام؟ اهو انا عايز كده ماضي تام. ايه هو الماضي التام؟ يعني هاد وهقول ليفت. حلو جدا ماشي. ات از تايم اعمل ايه؟ استنى ايه؟ استنى الفاعل. سين سؤال في فاعل؟ هتقولي لا. في فاعل؟ هتقولي لا. يبقى هعمل ايه بقى؟ مع كلمة ات از تايم مفيش فاعل. بص لو خيرني في الفاعل مصدر يبقى انا هحط له تو، لان تو هي اللي هتمصدر الفعل. طب حط الفعل اي ان جي، هغير من تو واحط له ايه بقى هنا؟ فور، لان فور هي بتخلي اي ان جي. الله، مصدر يبقى تو مصدر. طب اي ان جي يبقى فور. طب لو حط لي تو احط له مصدر. طب لو حط فور احط اي ان جي. حط مصدر احط تو، حط اي ان جي احط فور. هو بسيط جدا. خلاص كده، وبكده يكون خلصنا ان شاء الله باذن الله حصه النهارده. اشوفكم على خير، وكان معكم مستر حمد عادل.